السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة ان شاء الله هنعمل احلى فراخ مشوية في قلب السيخ. طبعا دي فرخة قطعتها وعملت لها فتحات كده. المكونات بتاعتنا بصل وفلفل وحبيتين طماطم وتوم وليمونة وربع كوباية زيت وربع كوباية خل، والتوابل كركم وزعتر وبابريكا وتوابل فراخ وجوز الطيب وملح ومكعب وجنزبيل وفلفل اسمر وحبهان مطحون. هاخد البصل والطماطم والفلفل والفصيل الثوم هضربهم كويس في الخلاط. على ما اضربهم هوريكم انا هعمل ايه. كده انا معايا المكونات كلها في الخلاط. هنزل بربع كوبايه زيت وربع كوبايه خل واضربه كويس لحد ما انعمه. كده بعد ما ضربت كله في الخلاط معايا طبق فاضي. هنزل بالتوابل نقلب كويس. هنزل بعصير الليمون ونقلب كويس. هنزل بالحتت الفراخ ندعكها كويس في التتبيله عشان تتشرب. عشان كل المكونات تخش جواها تدينا الطعم الاحلى طبعا. كده بعد ما تبلتها كويس هسيبها في التتبيله دي ساعه على ما تتشرب وتاخد من بعضها. طبعا الريحه بتاعت التوابل والمكونات اللي انا حطاها ريحتها جميله طبعا. بعد ساعه هوريكم انا هعمل فيها ايه. كده الفراخ اهي بعد ما غابت ساعه في التتبيله هركبها في السيخ عشان اوريكم انا هدخلها الفرن. كده ركبتها في السيخ كلها هدخلها الفرن واستنوا الشكل النهائي بعد ما تطلع عشان اوريكم هيبقى شكلها عامل ازاي. وادي الفراخ الجميله بعد ما شويناها. ايه رايكم؟ الريحه طبعا لوحدها حكايه والطعم بتاعها ولا كلمه. لو الوصفه بتاعتي عجبتكم ما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس، واللي مش مشترك عندي ينزل يشترك عشان يوصلكم مني كل جديد دايما. هستنى تقولولي ايه رأيكم. مع السلامة.